هذه القصيدة المحزنة من كلمات الشاعرة المسجونة مهجة، والتي أرسلتها من داخل السجن، موجهتها إلى الشاعر الكبير أمين عاطف. تربعت عنده بقصيدتها وإليكم البدع والجواب. ثناء الفنان أبو أريج، جوال 050 2111 293. سيلي يا دمعتي، ومن دخل في الحب سالت دمعته، يا طيرة أترجاك ترسل دعوتي للشاعر اللي اشتهر في سمعته. قل لابن عاطف يا رسولي غايتي، ينشر حروفي كلها في صفحته، من أجل كل الناس تعرف قصتي، قصة بني خانها في حبته. عمي ولا من قريتي، لكن هويته قبل ما اعرف صوته. اخته معي في الجامعة يا حسرتي، زميلتي ذي نفذت له خطته. في ذكرى بخالص نيتي، ودت رقمها لي ورقمي شلته، وهو الرسالة كانت أهلا دنيتي، أنا أخو ذكرى وأظهر طيبته. البداية خفت أشوه سمعتي، لكن مع الأيام نفسي عشقته، وثقت فيه يوم قال اشتي خطبتي، ودى أبوه أمه وخاله وأخوته. بالعشيق انا اطلعي سيارتي، ناخذ لي شد بلاه ومعرف نيته، مشى بنا والخوف يزيد وحشتي، الى مكان مجهول غير نظرته، فقلت انا وينه ثقل في قبضتي، مسك يدي يشتي ينفذ رغبته. قلت استحي انا بلباهي مهرتي، وكل ما احاكيه زيد ضحكته، قلت استحي انا بلباهي مهرتي، وكل ما احاكيه زيد ضحكته، وانا بنيه عازبه محيلتي، فجأة رأيت سكين في سيارته.
شلتها وطعن بكامل قوتي، في وسط حلقه وارتجم من بقعته، دفعت عن عرضي وعن عرض اخوتي، واليوم محبوسه سنه في ذمته. يا محكمه يا عدل ما هي غلطتي، شوفوا يا محكمة يا عدل ما هي غلطتي، شوفوا غريمي ويش كانت سوته، لو ما قتلته كان ارخص قيمتي، وياخذ اغلى مال بنية حبته. لو ما قتلته كان ارخص قيمتي، وياخذ اغلى مال بنية خبته، لكن اله العرش يعلم حالتي، من يدعي الرحمن يفرج كربته، وارجوك يا عاطف توصل شكوتي للشعب كامل والقضاء الصامته. الصحيح والكذب ما هو عادتي، وكل واحد يعتبرني ابنته. ويليها الجواب للشاعر أمين عاطف. يا موجه بداعش قد حرق مهجتي، ومطلبش خلى أمين في حيرته، لأجل الوطن والشعب فاتح صفحتي، ما هي لمن ما جاء نشرنا قصته، لكن لأجل شبابته من بقعتي، وانشر كلام اشحاس بمن ما سدته. حرفين واعلن وقفتي بجانب المظلوم وامسح دمعته، ولو حروف شماء تناسب لهجتي، واجبرت يا الشاعر يغير لهجته، معرف منين انتي ولكن شيمتي، تقولي من ناداني لبي دعوته. أنشد النشكاف ويا البنت التي جازيت يا الغدار خاين صحبته، لو كان عاده حي للبس جعبتي، واروح واطرح بندقي في جبهته. حبسش غلط يا قاضي اسمع كلمتي، مفروض تكرمها على ما سوته، هي دفعت عن عرضها يا سادتي، واسم الشرف غالي ونعرف قيمته، يا ونتي من عدلكم يا ونتي، وذي حكم يا ونتي من عدلكم يا ونتي، وذي حكم بالحبس حمى لحيته. يا موجه الموضوع حرك ثيرتي، بس ابن عاطف قد حنب في غربته،
من كان فيه الخير يدخل صفحتي ويسمع القصة ويعلن وقفته. نشرت موضوعش أبري ذمتي وما معش من ربي إلا رحمته. نشرت موضوعش أبري ذمتي وما معش من ربي إلا رحمته.